فيلمنا بيبدأ مع مجموعة ناس شكلهم غريب راكبين مركب وهم رايحين لرئيس عصابة خطير جدا، واسم العصابة دي النمر الأسود، ورئيسها اسمه لي. ولما بيوصل الرجالة بيكون لي ماسك سيف وبيقتل قدامه شخص بنعرف انه خانه، وبيوجه ليه السيف ناحية وينج ومعاه مجموعة من المقاتلين، وبيكون لي عاوز يختار منهم ناس أقوياء، فبيعمل لهم اختبار وإن يمسك كل واحد فيهم كوباية ويدلق عليه مية مغلية، وبيعمل كده فعلا. واحد فيهم اسمه وونج بيمسك كوباية وبيكون وونج قوي جدا، وبتكون المهمة اللي هيتكلم بيها هي قتل رئيس عصابة تاني بنفسه، واسم العصابة دي شمال البحر، وان اللي هيقدر ينفذ المهمة هيكون بمثابة ابن لي وقائد للعصابة مع اولاد لي من بعده. وبيظهر لينا وينج وهو بيقتل رئيس العصابة وبيقطع راسه وبيحطها في شنطة، وهنا بيجي رجالة العصابة اللي وينج قتل رئيسهم وبيهجموا عليه، لكن وينج بيكون قوي جدا في القتال وعنده مهارات عالية جدا وبيقدر انه يقف قدامهم، لكن عدد منهم بيكون كبير جدا وبيقع وينج على الارض وبيهجم عليه رجاله العصابه، لكن صديقه بيجي وبيهجم عليهم وبيدافع عنه وبيضرب فيهم شويه هو كمان، وبيقدر ان ياخد وينج بعيد عنهم وبيهربوا هما الاثنين، واللي بيكون وينج فقد الوعي وبيروح بيه للزعيم ليه ومعاه راس زعيم العصابه شمال البحر. على الرغم ان وينج بيكون فاقد الوعي لكن بيكون ماسك في الشنطه ومش عاوز يسيبها، وهنا بيعلن ليه ان وينج بقى ابنه الرابع، وان طالما بقى ابنه لازم يتعامل معامله تليق بيه. ولما بنرجع بالوقت لما كان وينج طفل صغير بنلاقي انه كان بيحب بنت من القرية، ومرة بيعرف انها في مشكلة، ولما بيروح يشوفها بيلاقي ان ليه كان بيخطفها، ولما بيحاول يمنعه بيضربه ليه وبيغمى عليه. وهنا بنرجع تاني لابن زعيم عصابة شمال البحر واللي بيكون ماسك خنجر وبيجرح بيه نفسه، دليل على انه مش هيسيب حق ابوه. وهنا بيقعد ابن الزعيم مع الشخص اللي بيسلمه شحنة المخدرات وبيقول له ان الشحنة دي هتتسلم للزعيم ليه، لان الاجانب اللي بيوردوا الشحنة بيتعاملوا مع الزعيم المعروف بس، وليه بقى هو اللي معروف دلوقتي. وينج الوقت ده بيكون بيرسم وشم عصابة النمر الاسود على جسمه، دليل على انه من العصابة دي، وده قانون بيمشي على كل افراد العصابة. وبنرجع بالزمن تاني وبنلاقي بعد ما بيخطف ليه صديقة وينج واللي اسمها فا، بيروح وينج وبيقول له والده وبيطلب منه انه ينقذها، وفعلا بيروح ابوه وبيضرب ليه وبيكون خلاص هيقتله، وبيسأله عن مكان البنت لكن ليه بيكون باعها، فبيقرر والد وينج ان ما يقتلهوش لان الموضوع خلاص مفيش منه فايدة. وبنرجع تاني للحاضر لما بيحتفل ليه بابنه الرابع وينج، وفي الوقت ده بتكون في عصابة بتجهز نفسها، والعصابة دي بتكون من الأطفال الأيتام ورئيسها بيكون اسمه فري، وبيكون أخو وينج، وبيكون بين الاتنين خطة إنهم ينتقموا من ليه ويقتلوه وكمان يقتلوا أولاده علشان تنتهي العصابة من بعده. وبتكون المعركة شرسة بين العصابتين النمر وشمال البحر، وده طبعا بسبب الطار اللي بينهم. وبتعدي الأيام وبيكون وينج نايم وبيحلم بحبيبته وباباه، وبيصحى فجأة وهو مخضوض وبنعرف إن أبوه كان دكتور شاطر لكنه مات محروق. وبيروح وينج علشان يقعد مع إخواته الجداد، وبيكون أخوه نورس مش بيحبه وبيظن إنه ملوش لازمة معاهم، لكن أخوهم التالت بلاك بيكون بيكره نورس علشان كده بيحب وينج. وبيكون وينج عنده مهمة تانية وهو إن يخطف 300 عامل لأن ليه محتاجهم في الشغل، لكن وينج بيقول له إن ليه نخطفهم ما في ناس كتير محتاجة شغل، وهنا بيتريق ليه عليه وبيقول له إنه طيب جدا وغلبان. وبنرجع تاني للزمن لوينج وأخوه إنهم كانوا رايحين علشان ينتقموا من ليه ويرجعوا حق أبوهم، لكن الرجالة بيكونوا ماتوا وحد قتلهم، وهنا بيزعل الأخين لأنهم ما رجعوش حق أبوهم، لكن بيظهر لهم راجل يتكلم معاهم وبيقرر إن ياخدهم للكهف ويعلمهم الفنون القتالية، وبيبدأ يعلمهم أول درس وبيسألهم إيه هو الانتقام، فبيرد وينج بعصبية إنه ضرب الأعداء وتحطيمهم، لكن الإجابة بتكون غلط ومساعد الراجل بيضربهم بالعصاية. وفي كل مرة بيسألهم نفس السؤال إيه هو الانتقام، لكن الإجابة دايما غلط، ولما بيكبروا بيقدروا يفهموا ويعرفوا معنى الانتقام وإن الانتقام هو إنقاذ أرواح تانية، ولما بيجاوبوا بيسيبهم وبيمشي. وبيعرف وينج إن في مفتاح مع واحد من ولاد ليه اسمه أوليد، وبيطلب من أخوه فري إن يجيب المفتاح ده، وفعلا بيروح مجموعة من الأطفال وبيحاطوا أوليد وبيحاولوا يسرقوا المفتاح، وفي مكان معين بيكون في فخ الأوليد، وهنا بيهجم عليه فري وبيقضي عليه وبيطلع فري نسخة من المفتاح. ولما بيعرف ليه إن ابنه مات بيعرض المفتاح على وينج لكنه بيرفض ده، وهنا بيروح وينج وبيلعب وبيفضل يخسر وبيتداين بمبلغ كبير، وبيروح يطلب من أخوه بلاك 300 قطعة لكنه بيرفض، وهنا بيطلع وينج المفتاح الدهبي من جيبه واللي طلع عليه نسخة قبل كده وبيديه لبلاك وبيقوله إن أخوه نورس هو اللي قتل أوليد وإنهم خونة، وبيروح بلاك وبيشوف الخزنة ويطمن عليها، وبيروح وينج علشان يصطاد وبيدي لاخوه فري سمكة فيها خريطة للخزنة. وفي يوم تنفيذ المهمة بتهجم عصابة شمال البحر على لي ووينج وبيحصل بينهم معركة قوية وبيقدر لي إن يضرب كل رجالة العصابة، لكن وينج بيكون بيقاتل مع ابن رئيس العصابة، وبيكون ابن رئيس العصابة قوي جدا ومحترف في القتال، لكن بعد قتال عنيف بينهم وينج بيقدر إن يضربه وبيمسك السيف وبيهدده، وبيكون وينج مش حابب إنه يقتله لكن ليه بيزق ايد وينج وبيموت ابن رئيس عصابة شمال البحر، وبيكون فري قدر إنه ينقذ الناس اللي خطفهم ليه وبيحرق
وبيحرق المكان اللي خزنوا فيه المخدرات. وهنا بيشتتوا عصابة النمر الاسود عن طريق ضرب اشارة ضوئية علشان عصابة الايتام تعرف المكان وتيجي بسرعة. وبيروح وينج علشان يشوف فيه ايه، وبيروح بسرعة وبيساعد اخوه. ولما بيوصل بلاك للمكان اللي فيه المعركة بيلاقي وينج مستنيه هو وعصابة الايتام، وبيعرف ان وينج خاين. وهنا بيقتل وينج بلاك، لكن فري بيكون اتحاصر من عصابة النمر الاسود وبيقدروا يقبضوا عليه. ولما بيرجع وينج بيلاقي اخوه فري مربوط وبيتعذب من رجالة ليه علشان يعترف. وهنا بيخرج ليه ورجالته علشان عرفوا ان الخزنة اتسرقت، وبيحاول وينج يساعد اخوه لكن بيقدر. ولما بيرجع ليه بيدي وينج مقص علشان يقطع لسان فري، لكن وينج بيكون مش عاوز يعمل كده. واللي بينقذهم جثة بلاك وبيدخل بيها شوية من رجالته، وبيوصل نورس وبيلاقي جثة اخوه وبيدوروا فيها على المفتاح الذهبي، وده اللي بيفتح الخزنة لكن بيكون مش موجود. ولما بيدوروا بيلاقوا اثر لنفس الشكل لعصابة نورس وبيشكوا فيه انه خاين. وهنا بيقتل فري نفسه لانه هيتعذب وبيضطر انه يحمي اخوه. وهنا بيطلب ليه من وينج انه يوصل بعض الادوية للمستشفى، لكن ده بيكون المكان اللي فيه العمال المخطوفة. هنا بيجهزوا الخطة واللي بتكون انهم يعرفوا القرية كلها ان ليه خطف 300 عامل، وبتعرف القرية كلها وبتحصل حالة غضب كبيرة جدا عند ليه. وبيعرف ليه ان وينج هو اللي نشر الخبر ده، وبيجمع رجالته بيعرفوا ان اللي هيجيب راس وينج هيكون ابنه الجديد. وبيكون وينج بيتدرب مع عصابته علشان اي معركة في المستقبل. وهنا بيكون بينج عارف مكان عصابة وينج وبيساعد وينج انه يطلق سراح العمال وبياخدهم علشان يقتلوا ليه. ولما بيوصلوا المكان ليه بيقف وينج وبيقول له انه مش لازم ناس كتير يموتوا النهارده، وبيعرض عليه انهم يقاتلوا بعض راجل لراجل. وفعلا بيوافق ليه وبيدخل عليه ليه وبيولع في المكان علشان يفكر نفسه بالوضع اللي مات فيه والده. وفعلا بيبدا القتال بينهم، لكن ليه بيكون قوي جدا ووينج بيدافع بس، وبتسيطر النار على كل المكان وبيطلع لاعلى مكان في البيت. وبيستمر بينهم القتال لحد ما بيقدر وينج انه يوقع ليه، بس هو بيمسك ايد ليه لانه مش عاوز يقتله، لكن ليه بيضرب ايد وينج وبيقع وبيموت. وهنا وينج بينتصر وبيروح يحتفل مع اهل القريه بالانتصار ده. وبكده بيكون خلص فيلمنا لحد هنا.